السلام عليكم. أعلنت الحكومة السودانية عبر التلفزيون السوداني الرسمي عن تدمير طائرة إماراتية بتحمل مرتزقة وأسلحة تابعة لميليشيا الدعم السريع في مطار نيالا. نسمع الخبر من تلفزيون السودان الرسمي ونجي نعلق عليه. نفذ سلاح الجو ضربة دقيقة استهدفت طائرة إماراتية تقل مرتزقة كولومبيين لحظة هبوطها في مطار نيالا، حاملة رسالة واضحة ضد التدخلات الخارجية والارتزاق. في مشهد عسكري يحمل دلالات استراتيجية عميقة، نفذ سلاح الجو السوداني ضربة زي ما ظاهر جوية قدامكم ده نوعية الخبر تم استهدفت إعلانه عبر تلفزيون السودان الرسمي، وكل الشعب السوداني طبعا متابع انه يوم امس وامس كان في ضربات قامت بها القوات المسلحه استهدفت مطار نيالا واستهدفت حي الرياض وبعض المناطق في مدينه نيالا اللي فيها مخازن اسلحه، واغلبها طبعا مسيرات استراتيجيه وانتحاريه. والطياره دي بالتحديد كانت بتحمل مرتزقه من كولومبيا، والمرتزقه الكولومبيين طبعا كلكم شاهدتهم شاركوا في المعركه الاخيره في مدينه الفاشر، وتم قتل جزء منهم والجزء الآخر متواجدين الآن في مدينة نيالا بيقوموا بعملية تدريب ميليشيا الدعم السريع على حرب العصابات وكذلك على استخدام المسيرات والأسلحة اللي ما بيعرفوا يستخدموها مرتزقة ميليشيا الدعم السريع. في رد فعل الإمارات حول يعني تدمير طائراتهم في مطار نيالا، أصدروا قرار بتعليق الرحل، يعني الطائرات السودانية ممنوع انها تنزل في مطارات الامارات والعكس صحيح. طبعا حتى الان ما في بيان رسمي صدر من حكومه السودان حول خبر تعليق رحله الطيران من الدولتين، وده بيأكد لك بانه السودان بيتعرض لمؤامره دوليه. الان ميليشيا الدعم السريع بتعيش اسوأ احوالها، وفقدت كثير جدا من قياداتها الميدانيين، وفقدت العشرات من او المئات من مرتزقتها بفعل يعني الضربات المحكمة بقوم بها الطيران السوداني والمسيرات. حتى الآن في دول مستمرة في دعم ميليشيا الدعم السريع. غير دليل على ذلك المعركة الأخيرة اللي كانت في مدينة الفاشر شاركوا فيها مرتزقة من كولومبيا ومرتزقة من دولة جنوب السودان ومرتزقة من دولة كينيا بجانب المرتزقة من تشاد. كل الدول دي مستمرة حتى الآن في دعم ميليشيا الدعم السريع. وصراحة حكومة السودان أو وزارة الخارجية السودانية قد تتأخر جدا في إصدار بيانات الإدانة، وأيضا الكلام ده ما بيكفي إصدار بيانات الإدانة. لا يا جماعة، بالمنطق أنت دولة يعني بتلفزيون الرسمي اتهمت وعندك الأدلة بتثبت تورطهم في دعم ميليشيا الدعم السريع، أنت حتى الآن محتفظ بتمثيل دبلوماسي لشنو؟ في بعض الناس بتبرر بسبب وجود بعض السودانيين في الإمارات. طيب وبالنسبة لل50 مليون المتواجدين في السودان، يعني ميليشيا الدعم السريع يوميا بتقتل العشرات في قرب كردفان في الخوي وفي النحوت، ويوميا مستمرة في قتل المدنيين داخل مدينة الفاشر عبر التجويع، وكذلك في الدلن وكادوغلي. الأمر ده يا جماعة ما يعني طول ما إنه في تشوين بيجي لميليشيا الدعم السريع هيكون عندهم المقدرة على الاستمرار في القتال. يا جماعة المعركة إحدى يعني أهم أدوات استمرارها هو التشوين اللي هو الإمدادات، السلاح والغذاء اليومي بيجي لميليشيا الدعم السريع بالذهب اللي بيتهرب من السودان. وحكومة السودان بتعلم إنه ميليشيا الدعم السريع بتمتلك العشرات من المناجم في جنوب دارفور وشمال دارفور يوميا بيتم تحريبهم. فيجب حسم الملف ده للآخر، موضوع العلاقات ده، وأيضا موضوع مناجم الذهب اللي بتمتلكه ميليشيا الدعم السريع. العموم مبروك لنصور الجو، ما قصرتوا، وده الشغل الصح، ولا تنسوا تشيروا المقطع.